السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هذايا بين غيث الوهابي اللي عائد للترجي التونسي وياسين مرياح. باش نشوف هنا غيث الوهابي كيلعب بيفو، يعني كوم ستة، وسط ميدان دفاعي ضد الوداد المغربي في يعني عمره وقتها كان 19 سنة أو 20 سنة قدام 100,000. عدى لقاء محترم جدا كبيفو، رغم هو يلعب أكسيال، يعني كان قوي جدا في وسط الميدان. عمل غلطة ولا زوز في وسط الميدان تحاسب عليها إلى يومنا هذا. يعني نبقى باهت كيفاش لاعب ما يلعبش في بلاصتو ويؤدي الحالة الدفاعية قوية، يعني وانتظارش معناها يعني كي تبدا ناقص في الحالة الدفاعية في وسط الميدان، وهو كان قوي ضد الوداد. فجأة بعد نلقاوه يعني في المدارج إلى يومنا هذا، رجع كان عنده نهار ولا نهارين للترجي. نشوفوا له هنا تحركاته ضد الوداد راهو يعني يعني شوفوا قداش الجماهير الغفيرة، وعمره 19 ولا 20 سنة، كل التدخلات نتاعو كانت صحيحة. وكان عطية الله نذكروه الظهير كان وين يطلع كان غيث الوهابي سد المنيع، وكان في نفس الوقت يعني حتى يعاون الحالة الهجومية. يعني اللاعب مهم، أنا ما قلت لكش لازم يلعب أساسي 100%، لكن نشوفوه حتى هنا في جورجيا كي أصبح محور، لعبوه في البوست نتاعو يعني محور الشارع اليسار. يعني لاعب محترم، يعني ينجم يعاون بالكدا الترجي التونسي، خاصة اللاعبين محور الدفاع كبار في العمر أو المستوى نتاعهم طاح، يلزم ياخذ فرصته كاملة. مانيش متأكد 100% توا غيث الوهابي اللي هو أصبح لاعب ممتاز كمحور دفاع صفر غلطة، لكن مقارنة بالموجود، ولكن التطور اللي نجم يعني اللاعب هذا خاصة مع الترجي وخاصة على المستوى الإفريقي لاعب محترم، خاصة هو لاعب فني يعني في ساقيه مش خايب، خاصة في الصعود بالكرة أو الكرة الهوائية اللي باش نشوفوه. خاصة مرياح اللي أصبح نقطة ضعف كبيرة في الكرة الهوائية، لكن لاعب يعني كما نقولوا مقارنة باش من هو موجود في الأفريق يعتبر لاعب مهم في تشكيلة الترجي. يلزم ياخذ فرصته وما يلزموش يرجع لبنك الاحتياط. يلزم حسن استغلال اللاعبين، في مرة في شوط، مرة في 30 دقيقة، مرة في لقاء. ما يقعدش، ما يلزموش يقعد اللاعب يعني قاعد هكاك مطيش في المدارج، ومن بعد فجأة كي تصير إصابة نقولوا له لا أرجع توا، يعني أعمل لي الفارق. هذا هو المشكل موجود، يعني الجستيون نتاع الإفكتيف ماهيش باهية بصراحة في الترجي. لكن أنا حس مريتو يعني لاعب في المحور، ما في يلعب مع الفريق هذا جورجي دينامو، ماهوش سيء هذا اللاعب. لهنا باش نشوفوا مرياح نقاط الضعف، نقاط قوة مرياح كان أصبحت نقاط ضعف. الكرة الهوائية الكل خسرها مع شواط، نشوفوه كانت قوته مرياح الكرة الهوائية ضد النادي الإفريقي. أصبح متعب ياسين مرياح وين يطلع المستوى، يعني المستوى نتاعو يتيح. نشوفوه يعني كل الكرات الهوائية تقريبا مع شواط خسرهم. زاد على ذلك حتى الكرات الأرضية يعني يخسرها هكاك. نحن ما نحاسبوش الكرة هذوما، يعني يلزم اللاعب يعمل اللي يحب عليه، وهذا خطأ كبير لأنه لاعب محوري ما يلزموش يعمل كما كنشوفوا. أي كرة هوائية أو كرة بامبي يخلط عليها شوات يعمل فارق تو سويت. مرياح مش جاهز 100% لكاس افريقيا، دونك انت عندك مشكل كبير في محور الدفاع. هذاك علاش كي اشرنا لغايه الوهابي طفل عمره 22 سنه. ياسين مرياح نشوفوا الاخطاء اللي يعمل فيها. ياسين مرياح عمره 32 او 33 سنه، يعني ماهوش قادر في الوقت هذا انه يطلع المستوى نتاعو في المده الاخيره. نشوفوه مريح اي كره عاليه او ترجيع ديما فما كونتر اتاك، ديما فما مشكل. ياسين مريح اصبح يخطئ كثير، حتى الكرات اللي يرجع فيهم في المحور، يعني الكرات الرأسية يرجع فيها في المحور زاد كثير، الكرة الهوائية يخطئ فيها، الكرة في ساقيه يعني ولد مشكل كبير. هذاك علاش يلزم التدقيق في هذا الموضوع من محور الترجي التونسي، ما عادش كما قبل، خاصة توقي ومرياح وجلاسي يلزم تكون محاسبة أكثر، خاطر قوة الفريق تبدأ من حارس المرمى ومحور الدفاع. نشوفوا لهنا يرجعها في اللاكس، يعني كما قلت لك فما مشاكل كبيرة عند ياسين مرياح في الفترة الأخيرة. يلزم يعاود ويلزم الكنزاري يفيق على المواضيع هذه. نشوفوا لهنا الكونتر اتاك اللي تسبب اللي عملها مرياح كان نجم يسجل عن طريق المسماري. اكتبوا لي انتم. السلام عليكم ورحمة الله.